وصفتنا اليوم من المطبخ السعودي، كبسة سعودية بامتياز. تابعوا الوصفة. قطعت البندورة، البصل، الرز نزلته حتى معه. حطيت طنجرة على النار، حطيت عليها زبدة وزيت. ببلش أول شي حط البصل والثوم، وبنزل عليها المواد العطرية، لومي بصرة، عود درسين، حب هيل، ورق غار، وقرن حار، شوية هون بحط أنا شوية بابريكا ناعمة، كركم وكاري وكبسي، وشوية قرفة مطحونة مع فلفل أسود. نزلت البندورة عليها، بتتبل شوي صغيرة مع معجون بندورة اللي هي الشطة الحارة والرب البندورة. نزل عليها الدجاجة حتى تتبل شوي صغيرة وتاخد الطعم، البهارات كلها مع بعض. حركهم شوي صغيرة، نزل عليها مي، خليها تنسلق شوي صغيرة مع النكهة والبهارات تاعيتها. بعد منها بحط قطعة اللحمة اللي حتى أعمل، خليها تستوي شوي صغيرة هيك تنحمص. بعد منها بنزل عليها زيت وبصل، وبنزل عليها عود داسين، حب هيل، قرنفل، ورق غار، ولومي بصرة. بتركها شوي حتى تستوي بهيك. برجع بضيف عليها المي، بتركها على نار هادية تستوي. هون خليت لها رشة ملح خفيفة. الدجاج بعد ما استوى عندي بحطه هون بصينية، بدي ادخله على الفرن على درجة حرارة 150 ل 180. الطنجرة اللي عملت فيها الدجاج نزل فيها الرز وبطبخها فيها. بحط مكعبات ماجي، شوية بهارات الكبسة، وبحط شوية صغيرة رشة ملح وبابريكا وكركم. بتركها على نار هادية تستوي. بحط عليها شوية زبيب آخر شي وبحركهم مع حب هيل. هون طلعت الدجاج من الفرن بعد ما استوى، شايفين كيف طالع لونه. رح اقلب الطنجرة. يلا يا محمد. كبسة سعودية بامتياز بنكهة خارجية. نزلنا عليها الدجاج وقطعة اللحم، وبحب لكم ألف صحتين. شيل يا